السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة رابعة. أنا مس أميرة ودي قناتكم كرتون ساينس. النهاردة بإذن الله هناخد ملخص lesson 1 في يونت 1 concept 1 لمادة الساينس للصف الرابع الابتدائي الترم الأول. هنحل مع بعض كل أسئلة المحافظات اللي جت على lesson 1 في امتحانات محافظات 2022 و2023 و2024. كل المطلوب منك عشان تتابع الحصص معايا إنك تعمل اشتراك في القناة، وجنب كده الاشتراك هتلاقي علامة الجرس، هتدوس على علامة الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ولو استفدت من الفيديو تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو لجروب الكلاس بتاعك. يلا بينا نقول بسم الله ويلا بينا نبدأ. Unit 1 Concept 1 بعنوان Adaptation and Survival. أول حاجة هنتكلم عن كلمة Adaptation. Adaptation يعني الحيوان بيقدر يتعود أو يقدر يعيش أو يقدر يتأقلم مع البيئة اللي هو عايش فيها. يعني هنلاقي البنجوين ده عايش ومبسوط جدا في التلج، ما عندوش اي مشكله من السقعه، والكامل ده عايش في الصحراء وما عندوش اي مشكله. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل واحد فيهم حاجه تخليه يقدر يعيش في المكان ده. هنشوف ايه الصفات اللي في كل واحد فيهم بيقدر يساعده ان هو يعيش في الانفايرمنت بتاعته. يبقى كلمه adaptation يعني التأقلم. It's characteristic يعني الصفات that help living organism بتساعد الكائن الحي to survive and reproduce عشان يقدر يعيش، يبقى على قيد الحياة. كلمة survive يعني يعيش and reproduce يعني يتكاثر. والجزء ده بيجي في الامتحان عن طريق سؤالين. أول سؤال يقول لك scientific term، يعني هقول لك تعريف وقولي التعريف ده تعريف ايه. They are characteristics that help living organism to survive and reproduce. يبقى ده تعريف كلمة adaptation. أو ممكن يجي لك complete. Adaptation is characteristics that help living organism to ايه and ايه، بيساعد living organism ان هو يعمل ايه؟ survive and reproduce. ودلوقتي هيبدأ يتكلم عن أمثلة الحيوانات بتقدر تعمل adaptation في الهوت climate. تقدر تعمل adaptation، تقدر تعيش في الأماكن السخنة جدا. زي أول حيوان الستارد جاما ليزرد. ستارد جاما ليزرد دي سحلية بتعيش في الصحراء. بتتصرف ازاي بقى في الجو الحر ده؟ بتعمل ايه؟ It finds shaded area. Give reason. ليه بتدور على shaded area؟ To keep its body cool. To keep its body cool. النخلة دي لو بصيت على الورق بتاعها هتلاقيها كأنها متغطية كده بطبقة من الشمع، بيبقى كأن عليها زيت كده. ربنا سبحانه وتعالى مخليها متغطية بواكسي لاير. واكسي لاير يعني طبقة من الشمع. الواكس لاير دي بتعمل ايه؟ To protect it from hot climate، علشان تحميها من الحر الشديد. واحنا كمان الهيومن لما الجو بيبقى حر بنعمل ايه؟ بنلبس light clothes يعني هدوم خفيفة، وكمان ممكن واحنا في البحر بستخدم الشمسية. يبقى الهيومن wear light clothes and use umbrella during hot climate ليميس to protect themselves from hot climate. يبقى كل الكائنات الحية بتعمل adaptation، بتعمل تأقلم to survive and reproduce عشان تقدر تبقى على قيد الحياة وتقدر تعمل reproduce يعني تخلف وتقدر تتكاثر وتفضل عايشة في البيئة اللي هي فيها. حلو كده؟ خلاص يبقى احنا كده خدنا الادابتيشن بتاعت الكائنات الحية في الأماكن السخنة. طب لو رحنا مكان بارد جدا زي مكان اسمه أنتاركتيكا. أنتاركتيكا ده مكان ساقع جدا، أسقع مكان موجود على الأرض. It's the coldest place on the earth. هنلاقي مين اللي عايش هناك ومبسوط؟ البنجوين. طب يا بنجوين، ده الإنسان ما بيقدرش يقعد ولا يقف على التلج ده لمدة 5 دقايق، أنت إزاي قادر تعيش هناك؟ بس ربنا سبحانه وتعالى خلق له تركيبة في جسمه، أو خلق له شكل معين لجسمه يخليه يقدر يعمل adaptation عشان يقدر يعيش في البولار كلايمت ده. لو جيت بصيت على جسم البنجوين هتلاقي عليه ريش كثيف dense feathers، وكمان طبقة سميكة من الدهون thick fat layer. يبقى البنجوين بادي متغطي بإيه؟ لازم تحفظ الكلمتين دول. dense feathers thick fat layer. dense feathers thick fat layer. ليه متغطي بالكلام ده؟ to keep its body warm عشان يحافظ على جسمه متدفي. يبقى تاني انا بكلمك دلوقتي عن الادابتيشن اللي بيحصل في الكولد كلايمت. اخدنا اول مثال البنجوين، ربنا سبحانه وتعالى خلى تركيب جسمه يساعده ان هو يعيش في البولار كلايمت ده. ايه المكان اللي بيعيش فيه البنجوين؟ ايه الهابيتات بتاعت البنجوين؟ انتاركتيكا. اسمها ايه؟ انتاركتيكا. يبقى الهابيتات بتاع البنجوين اسمه انتاركتيكا. 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 انتاركتيكا دي the coldest place on the earth، أسقع مكان في العالم. اسمه ايه؟ انتاركتيكا. مين الأنيمال اللي عايش فيه؟ البنجوين. ربنا سبحانه وتعالى خلى البنجوين جسمه بيساعده ان هو يعيش في المكان ده، عشان كده جسمه متغطي بايه؟ It's body covered with
dense feathers and thick fat layer. ريش كثيف وطبقة كثيفة من الدهون. ليه يا ميس؟ ممكن يجي يقول لك give reason. ليه البنجوين body covered with dense feathers and thick fat layer؟ ليه يا ميس؟ to keep its body warm، عشان يحافظ على جسمه متدفي. طب ميس لو قربت شويه من رجل البنجوين هلاقيها ما عليهاش ريش ولا عليها طبقه من الدهون. امال ازاي الرجل دي مش بتتجمد؟ بيقول لك جسم البنجوين مليان بدم سخن، فالدم السخن ده بيعمل ايه؟ بينزل تحت الرجلين، ورجليه سقعانه، فالدم الساقع ده بيطلع لفوق. ايه ده يا ميس؟ دم سخن جاي يقابل دم ساقع؟ بيعملوا تش، بيدفوا بعضهم. ليه؟ عشان البلاد فيزلز، الاوعيه الدمويه متلف حوالين بعضها عشان تدفي بعضها. تاني يا ميس انا مش فاهم، انت بتقولي لي ليه رجل البنجوين مش بتتجمد؟ هقول لك عشان جسمه متدفي، فالدم الدافي اللي في جسمه بينزل لتحت. warm blood move down. warm blood move down. الدم السخن بينزل تحت الرجلين، والدم الساقع اللي في رجليه المتلجة دي بيروح فين؟ بيطلع لفوق. cold blood move up. لما الأوعية الدموية اللي شايلة الدم ده بيتلف على بعضها، يبقى blood vessels weave around يعني بتلتف حوالين بعضها weave around each other. عشان كده الورم بلاد بيسخن الكولد بلاد. الدم الدافي بيسخن الدم البارد. to keep the toes from freezing. بيحافظ على التوز اللي هي صوابع رجل البنجوين from freezing يعني ما بيحصلهاش تجمد. اوكي، لو جاء قال لك give reason ليه الفيت of penguin has no feathers but stay warm. هي ما عندهاش ريش بس بتفضل متدفيه. ليه يا ميس يا ترى؟ هجاوب عليه ب3 جمل بنفس الترتيب كده هتكتبهم في الامتحان. warm blood move down. cold blood move up. والأوعية الدموية بتلف حوالين بعضها فبتدفي بعضها. blood vessels weave around each other so warm blood heat up the cold blood. ميس انت من شوية قلتيلي الهابيتات بتاع البنجوين اسمه انتاركتيكا. اي مكان الحيوان بيعيش فيه اسمه هابيتات. الجمل بيعيش في الصحراء يبقى الهابيتات بتاع الكامل is desert. البنجوين بيعيش في مكان اسمه انتاركتيكا يبقى الهابيتات بتاع البنجوين اسمه ايه؟ انتاركتيكا. يبقى يعني ايه كلمة هابيتات؟ It's environment where living organism live in. هي الانفايرمنت البيئة اللي الحيوان عايش فيها. بيجي لي السؤال هنا ازاي؟ يقول لك write scientific term، ويقول لك التعريف اللي انا هقوله لك ده تعريف كلمة ايه؟ It's environment where living organism live in. يبقى ده تعريف كلمة habitat. طيب النظام البيئي بقى، يعني الأوضة اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا فيها ايه؟ فيها فيها نبات، فيها زرعة نبات، فيها سمكة، وفيها ترابيزات، وفيها هواء، كائنات غير حية. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل انتراكت مع الحاجة اللي موجودة معانا. يعني ايه برضه يا ميس؟ يعني انا مثلا اهو living organism بقعد على الكرسي، باكل على الترابيزة، يبقى انا بعمل ايه؟ الليفنج اورجانيزم بيعمل انتراكت مع النون ليفنج ثينج. يبقى ايكو سيستم يعني ايه؟ النظام البيئي يعني ايه؟ هو مكان، اتس اريا، الاريا دي مين اللي بيعيش فيها؟ living and non-living things and interact with each other يعني بيتفاعلوا مع بعض. يبقى لما يقول لك its area in which living organism and the non-living things interact with each other تقول له ده التعريف بتاع كلمة ايه؟ ecosystem. لكن لو قال لك مين هو المكان او البيئة او الانفايرمنت ان الليفنج اورجانيزم عايش فيه هتقول له habitat. اوكي، وعشان الحيوانات دي تقدر تعيش وتتأقلم في البيئة اللي هي عايشة فيها، في بعض الحيوانات بتفكر ان هي تستخبى. يعني ايه يا ميس تستخبى؟ يعني هايد. يعني شايفين في الصورة دي في تايجر كده انت مش شايفه. طب انت مش شايفه ليه يا ترى؟ عشان هو عامل هايد في الانفايرمنت بتاعته، مستخبي جوه الانفايرمنت بتاعته. طيب عارفين البولار بير ده بيعيش فين؟ بيعيش في التلج، فربنا سبحانه وتعالى خلى لونه ابيض عشان يقدر يستخبى في البيئة بتاعته. شايفين الدبة دي؟ الدبة دي بتعيش في الفورست، بتعيش بين الاشجار، فربنا خلى اللون بتاعها دارك يعني غامق عشان تقدر تعمل هايد او تقدر تستخبى في البيئة بتاعتها. يبقى الحيوان بيعمل هايد يبقى بيعمل حاجة اسمها ايه؟ كاموفلاج. يبقى كاموفلاج is a way of adaptation، طريقة من طرق التأقلم. بيحصل فيها ايه الادابتيشن دي؟ الكاموفلاج بيحصل فيه ايه؟ الحيوان بيعمل ايه؟ بيعمل هايد. هيستخبى من مين؟ هيستخبى من البريديتور، من الكائن المفترس اللي جاي ياكله. او عايز كمان يستخبى منين؟ من البراي عشان يقدر، من الفريسه بتاعته عشان يقدر يهجم عليها وياكلها. يبقى يعني ايه كلمه كاموفلاج؟ ده نوع من انواع الادابتيشن. اتس واي اوف ادابتيشن. الانيمال بيعمل ايه؟
بيعمل هايد، بيستخبى منين؟ من البريدتور الكائن المفترس او من البراي. البراي يعني ايه؟ يعني الفريسة بتاعته. بيستخبى منهم ازاي؟ بيعمل blending in with surrounding. يعني ايه كلمة blending in with surrounding؟ يعني يستخبى في البيئة اللي حواليه. يعني ده مثلا مستخبي جوه الورق بتاع الشجر ده ومش باين خالص، والبراون بير ده مستخبي جوه الاشجار، فهو عامل ايه؟ عامل كاموفلاج. يبقى كلمة كاموفلاج بتيجي كتير جدا جدا في الامتحان. الكلمة اللي بتميزها ان الحيوان بيعمل ايه؟ هايد. اول ما تلاقي كلمة هايد او كلمة بليند ان تعرف على طول ان ده بيكلمك عن الكاموفلاج، يعني ان الحيوان بيستخبى عشان يقدر يعيش. اوكي؟ طيب مين هو البريدتور؟ قلنا البريدتور اللي هو ايه؟ الكائن المفترس اللي عمال ياكل في الحيوانات، والبراي اللي هي ايه؟ الحيوان الغلبان اللي بيتاكل من الحيوان التاني. يبقى هنا في الصورة بتاعتنا التايجر ده هو البريدتور والزيبرا هي البراي. والتايجر ده بيعمل كاموفلاج، بيستخبى عشان يهجم على الزيبرا، والزيبرا دي كمان ممكن تستخبى عشان التايجر ما يجيش ياكلها، صح ولا لا؟ طيب اوكي، حلو قوي. طيب ايه الامثله يا ميس بتاعت الكاموفلاج؟ احنا اتفقنا ان كلمه كاموفلاج يعني حيوان بيستخبى. بيقولك ان البولار بير ده بيعيش في التلج، فلونه ابيض عشان يستخبى جوه السنو اللي هو التلج. اوكي، يبقى البولار بير ده بيعيش فين؟ الهابيتات بتاعته فين؟ بيعيش في البولار كلايمت او بيعيش في الاركتيك ريجن، المنطقه القطبيه، والمكان ده ساقع جدا جدا ومليان تلج. فربنا سبحانه وتعالى خلى لونه ايه؟ وايت. عنده وايت فير. ليه عنده وايت فير؟ عشان يستخبى جوه السنو. ممكن اقول to blend in with the snow، او ممكن اقول to hide in snow، او ممكن اقول to make camouflage عشان يستخبى. كل دي اجابات صح. طيب نروح لحيوان تاني، البراون بير او البلاك بير. الاتنين دول عايشين فين يا مس؟ عايشين في الفورست، في الغابات. فربنا خلى لونهم ايه؟ دارك فير. ليه لونهم دارك فير؟ عشان يستخبوا بين الاشجار. to hide among tree. بعدين هنشوف اتنين حيوانات تانية عايشين في الديزرت، في الصحراء، فربنا خلى لونهم لون الرملة، sandy color. الحيوان الاولاني ده شبه القط كده شوية، بس ودانه كده غريبة شوية، يعني هو زي القط المفترس، اسمه كاراكل. اسمه ايه؟ كاراكل. والحيوان التاني ده بودان كبيرة اسمه فينيك فوكس. الاتنين دول عايشين في الصحراء. لونهم ربنا خلى لونهم ايه؟ ساندي كولر. ساندي كولر يعني لونهم لون الرملة. ليه ربنا خلى لونهم لون الرملة؟ عشان هم عايشين في الديزرت، عشان يقدروا يعملوا ايه؟ هايد، عشان يقدروا يعملوا ايه؟ كاموفلاج. ممكن يقول لك give reason. A caracal has sandy color او tan color. ليه لونهم لون الرملة؟ هتقول له to blend in with desert عشان يستخبى جوه الديزرت، او ممكن تقول له to hide among desert، او ممكن تقول له to make camouflage. كل دي اجابات صح. والاخيره دي الديزرت ليزرد اللي هي السحليه دي بتعيش في الصحراء برضه. لونها عندها colorful scales يعني قشور ملونه. ليه مش قشور ملونه؟ عشان تستخبى جوه الصخور. to hide among colorful rock. انا كده عملت سمري سريع على lesson 1. تعال نشوف بقى اهم جزء من اللي هناخده النهارده هي الاسئله اللي جايه دي كلها اسئله امتحانات جت السنين اللي فاتت. أول حاجة choose the correct answer. Number 1. Adaptation help living organism in all the following except A. الادابتيشن بتساعد الكائنات الحية ان هم يعملوا كل ده ما عدا ايه؟ بتساعد الكائن الحي ان هو survival يعني يعيش، hiding يستخبى، death يموت، reproduction يعني يخلف. الادابتيشن بيساعد الحيوان يمثل ان هو يعيش عشان يستخبى وكمان عشان يخلف، لكن مش بتساعده ان هو يموت. يبقى الكلمة الوحيدة اللي غلط في السؤال هي ايه؟ كلمة ايه؟ death. Number 2. A polar climate. بيسألك البولار كلايمت ده هو ايه؟ hottest place on the earth، سخن جدا جدا، مكان سخن جدا، ولا coldest place on the earth، أبرد مكان في العالم؟ طبعا الإجابة coldest place on the earth. اللي عايش في مين؟ البولار بير. Number 3. Penguin feet has blood vessels that bring نقط from its feet toward its body. همشي بالراحة. يسألني عن البينجوين فيت، هقوم عاملة عليها كده علامة، علمك ازاي تجاوب السؤال. اهو بيسألني عن البينجوين فيت. البينجوين فيت عنده ايه؟ عنده بلاد فيسلز، اوعية دموية اللي هي الانابيب اللي بيمشي فيها الدم. بتجيب ايه من رجليه لجسمه؟ انهي دم اللي بيتحرك من رجليه لجسمه؟ مش دي رجليه ساقعة، يبقى هي بتجيب مين؟ الكولد بلاد. Number 4. The warm blood transferred to penguin feet by means of knot. يقولك الدم الدافي بيروح ازاي لرجل البطريق؟ عن طريق ايه؟
عن طريق البلاد فيزلز يعني الأوعية الدموية الأنابيب اللي بتشيل الدم، ولا عن طريق السكين يعني الجلد، ولا عن طريق its head عن طريق راسه، ولا its feathers يعني الريش بتاعه؟ طبعا هختار البلاد فيزلز، الأوعية الدموية الدم بيمشي فيها وبيوصل لرجل البطريق. Number 5. Fennec fox and caracal have what that helps them to blend in with desert landscape. هرجع تاني وهقرا السؤال عشان اعرف هو بيقول ايه. بيسألني عن الفينيك فوكس والكاراكال، عنده ايه بيساعده ان هو يستخبى في الديزرت، يعني بيستخبى في الصحراء. عنده ايه بقى؟ عنده colorful scales قشور ملونة، ولا thick white fur فروة سميكة لونها ابيض، sandy feathers ولا sandy colored fur؟ عنده ريش لون الرملة ولا عنده فروة لون الرملة؟ طبعا هختار sandy colored fur، لون الرملة، عشان كده بيقدر يستخبى جوه الديزرت جوه الصحراء. Number 6. The presence of thick white fur is an adaptation in what؟ بيسألني عن حاجة أو عن animal عنده thick white fur فروة بيضة كثيفة. عند الستارد جاما lizard اللي هي السحلية بتاعت الصحراء، ولا البولر بير، فينيك فوكس، فورست بير؟ طبعا هختار البولر بير اللي هو الدب القطبي اللي عايش في البولر ريجن، بيبقى لونه أبيض وعنده كمان فروة كثيفة لونها أبيض thick white fur. السؤال التاني both right or wrong. Number 1. A gamma lizard land in green and huge tree to hide from its enemy. هعيد السؤال تاني واحط خط تحت الكلمة المهمة. بيسألني عن animal اللي هو الستارد جاما ليزرد، بيقول لي بيستخبى جوه الأشجار الضخمة اللي لونها أخضر. لا يميز غلط طبعا، عشان الستارد جاما ليزرد دي بتعيش في الصحراء، ما عندهاش أصلا تري وجرين تري، يعني ما عندهاش أشجار خضراء، لا، يبقى الجملة بتاعتي false. Number 2. The feet of penguin don't freeze because they have a layer of fat. ايه رأيك؟ رجل البنجوين مش بتتجمد عشان عندها طبقة من الدهون؟ لا يا ميس، انتي قلتيلي جسمه هو اللي عنده layer of fat and thick feathers، لكن رجليه ما عندهاش دهون وما عندهاش ريش. امال مش بتتجمد ليه؟ هقولك عشان ال blood vessels weave around each other، الأوعية الدموية بتدفي بعضها كده، الدم السخن بيدفي الدم البارد. Number 3. Thick white fur is an adaptation in bear that live in polar region. الكلمة المهمة هي ايه؟ thick white fur، بيقول لي الفروة البيضة السميكة دي موجودة في البيرز، في الدببة اللي موجودة في البولر ريجن، في المناطق القطبية الساقعة. او طبعا الجملة بتاعتي صح. Number 4. Black bear have dark fur to hide among the tree. بيسألني عن البلاك بير، بيقول ان هو عنده dark fur يعني فروة غامقة عشان يقدر يستخبى جوه الأشجار. الجملة بتاعتي true. السؤال التالت write scientific term. كلمة write، السؤال اللي بيقولك scientific term ده يعني هيديك تعريف، قولي التعريف ده تعريف كلمة ايه. Number 1. The characteristics that help living organism survive and reproduce. ايه هي الخصائص اللي بتساعد الليفينج اورجانيزم ان هو يبقى على قيد الحياة وكمان ان هو يعمل reproduce يتكاثر؟ ده التعريف بتاع كلمة adaptation يعني التأقلم او التعود. Number 2. Type of adaptation that help animal to hide. أول ما تشوف كلمة hide يبقى على طول ده الكاموفلاج. مين هو نوع من أنواع التكيف اللي بيساعد الحيوانات إن هم يستخبوا؟ كاموفلاج. Number 3. A property that help living organism to blend in with desert أو with the surrounding environment. بيقول لي إيه هي البروبرتي اللي بتساعد الليفينج اورجانيزم إن هو يستخبى في السراوند environment، يعني في البيئة المحيطة بتاعته. قلنا أي حاجة فيها hide أو blend in يبقى على طول الإجابة camouflage. Number 4. It covers the body of subtype of bear to blend in with snow and keep its body warm. تاني بيسألني عن حاجة بتغطي جسم البيرز، جسم الدببة، عشان يستخبوا في السنو في التلج، وكمان عشان تخلي جسمهم دافي. اتفقنا ان البيرز اللي بيعيشوا في السنو متغطيين بإيه؟ thick white fur. برافو عليكم. وايت فير عشان يستخبوا، عشان لقيت كلمة blend in يعني يستخبى فكتبت وايت فير. طب كتبت thick ليه؟ عشان هو بيقول لي to keep its body warm، بتدفيه عشان هي تقيلة، لابس جاكيت تقيل لونه أبيض thick white fur. Question number 4. Complete the following sentence. Number 1. The penguin feet can keep warm through a thick layer of ايه؟ عنده thick layer of fat، طبقة سميكة من الدهون.
and dense feathers يعني ريش كثيف. Number 2. Animals that have thick layer of fat under the skin. The animal live in which environment؟ بيعيش في أنهي بيئة؟ بيسألني عن الأنيمال اللي عنده thick layer of fat، عنده طبقة كده من الدهون بتدفيه. يبقى الأنيمال ده عايش فين يا ترى؟ في hot environment بيئة سخنة، ولا في cold environment فربنا سبحانه وتعالى اداله الطبقة دي عشان تدفيه؟ طبعا الإجابة cold environment. Number 3. White fur in polar bear helps the animal to نقط with the ice habitat. الفروة اللي لونها أبيض بتاعت البولر بير بتساعده إن هو يعمل إيه في الآيس؟ ممكن نكتب to hide عشان يستخبى، to blend in يعني عشان يمتزج كده يعني يستخبى جوه التلج، يبقى حتة من التلج كده. blend in يعني يمتزج مع السراوندنج بتاعته مع الآيس فما يبقاش باين، يبقى مستخبي جوه التلج. Number 4. Forest bear have نقط or نقط colored fur. الدبة اللي بتعيش في الفورست في الغابة بيبقى لونها ايه؟ black or brown. لكن البولار بير لون الفروة بتاعته ايه؟ white color fur. Number 5. Butterfly that have the same color of the tree. This phenomena is called what؟ احنا ما خدناش خالص فراشة، لكن بص السؤال كده واحدة واحدة. بيقولك الفراشة اللي ليها نفس اللون بتاعت التري، لما الفراشة تقف على التري وبيبقى ليها نفس اللون فبتستخبى، فالفينومينا دي الظاهرة دي اسمها ايه؟ camouflage. Number 6. The type of adaptation that some animal use to hide. هاي حلوين، قلنا كلمة hide. مين ايه النوع بتاع الادابتيشن اللي الحيوان بيعمل فيه hide؟ برافو عليكم camouflage. Number 7. Among animals that can live in polar environment. بيقول لي ايه هي الانيمالز اللي بتعيش في المناخ القطبي او في البيئة القطبية. ممكن اكتب polar bear او ممكن كمان اكتب penguin. السؤال اللي جاي give reason. give reason يعني ليه، اعطي السبب. question number 1. Fennec fox has sandy colored fur while polar bear has white fur. السؤال ده متقسم جزئين. أول جزء بيقولك ليه الفينيك فوكس لونه لون الرملة، والنص التاني من السؤال بيقولك ليه البولر بير لونه أبيض. أول حاجة الفينيك فوكس لونه لون الرملة عشان يستخبى في الديزرت. هتقولي to make camouflage in desert هقولك صح. هتقولي to hide in desert هقولك صح. هتقولي to blend in with desert برضو الإجابة صح. كده النص الأول من السؤال. السؤال التاني أو النص التاني من السؤال، ليه البولر بير لونه وايت؟ هقول له الوايت البولر بير have white fur. ليه مس؟ to blend in with snow عشان يندمج مع السنو ما يبانش يستخبى فيه. to hide in snow to make camouflage. كل الإجابات دي صح. Number 2. give reason يعني ليه، اعطي السبب. some animal have ability to make camouflage adaptation. ليه الانيمال بتعمل camouflage؟ ها، ليه الانيمالز بتستخبى؟ قلنا ان هي بتستخبى من حاجتين، يا ايه من البريدتور الكائنات المفترسة، وكمان بتستخبى من البراي من الفريسة عشان تستخبى كده منها وتعرف تهجم عليها وتاكلها. يبقى ليه الانيمال بتعمل كاموفلاج؟ لازم هكتب في اجابتي كلمة hide. to hide تستخبى من مين يا ترى؟ to hide from predator or prey. اوكي، في اي سؤال في اي حاجة صعبة اكتبولي في الكومنتس، باذن الله هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس جروب التليجرام اللي هنكمل عليه، وباذن الله هسيب لكم الصفحات دي بتاعه امتحانات المحافظات عشان ننزل الاسئله دي ولازم نذاكرها كويس جدا. ان شاء الله هسيب لكم نسخه فاضيه من الاسئله، وده ان شاء الله تمهيدي مذاكره المتميز اللي هتنزل ان شاء الله قبل امتحان الشهر. بتمنى ان انا اكون قدرت اساعدكم. بليز لو استفدت من الفيديو اعمل لايك للفيديو، كمان اشترك في القناة. هتلاقي جنب السبسكرايب كده هتلاقي فيه زرار فيه علامة جرس، لو دوست على الجرس ده اول ما انزل اي فيديو هيجيلك اشعار نوتيفيكيشن كده على الموبايل بتاعك ان في فيديو جديد نزل، تقدر تتابعه. شكرا جدا ليكم، بحبكم كلكم، يا رب المادة تكون سهلة عليكم. اشوفكم مع الف خير الفيديو اللي جاي. سلام.